بمناسبة إن كندا أعلنوا عن استقبال 1.5 مليون مهاجر في خلال ال3 سنين الجايين دول، فتعالوا نتكلم شوية عن الموضوع ده عشان محدش يخدع. مبدئيًا عشان ما أضيعش وقتك، إحنا مش جايين النهارده نتكلم عن الخبر نفسه، لأن كل القنوات اللي بتتكلم على مواضيع الهجرة وبرامج الهجرة غطوا الموضوع ده بشكل كويس جدًا، بالإضافة إن الخبر نفسه موجود على موقع الهجرة الكندي. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده في وجهة نظري هو أهم من الخبر نفسه. قبل ما نبدأ خليني أعرفكم بنفسي، أنا اسمي محمد عاطف، مصري عايش في كندا من نص 2017، وفي القناة هنا هنتكلم عن كل المواضيع اللي ليها علاقة بالحياة في كندا. فلو مهتم بالحياة في كندا وعايز تعرف عنها أكتر، متنساش تعمل اشتراك في القناة. يلا بينا نبدأ. في الفترة الأخيرة بدأت أتفرج على فيديوهات الناس اللي بتتكلم عن الحياة في كندا، وللأسف لقيت معظم الفيديوهات اللي بتتكلم عن سلبيات الحياة في كندا بتبين قد إيه إن كندا وحشة وفيها سلبيات كتير، وفي منهم كمان بيقولك اوعى تيجي كندا. ولما بدأت أقرأ التعليقات لقيت إن في ناس عايشة جوه كندا بيأكدوا على الكلام اللي موجود في الفيديو. كل ده كلام عادي وما فيهوش أي مشاكل، كل واحد ليه تجربته الشخصية وظروفه وحرية التعبير عن الرأي. المشكلة الكبيرة إن لقيت من ضمن التعليقات ناس بدأت تشيل فكرة السفر من دماغها. المشكلة إن في نقطتين مهمين جدا غايبين عن الناس اللي بدأوا يتأثروا بالكلام في الفيديوهات. خلينا نتفق كده إن مهما كانت المعلومة صحيحة، ومهما كان الشخص اللي بينقل المعلومة صادق في نواياه، إلا إن عقلك بيرسم صورة بناء على طريقة الشخص اللي بيكلمك والكلمات اللي بيستخدمها. تعالوا ناخد مثال على كده. يعني مثلا لو موضوع الفيديو عن الشتاء في كندا، بتلاقي مثلا كلام في وسط الفيديو زي اتفرج على الفيديو ده واعرف انت جاي على ايه علشان ما تتصدمش بالواقع. اوتوماتيك كده عقلك صور لك ان انت في كارثة داخل عليها. حتى الكلمة في حد ذاتها فيها طاقة سلبية كده غريبة، اول ما بتسمعها بتحس بطاقة سلبية. النقطة التانية والأهم في وجهة نظري هي إن الفيديو غير الواقع. يعني إيه الكلام ده؟ عشان نبسط الموضوع تعالوا ناخد مثال ونتكلم واحدة واحدة كده. تعالوا نتخيل دلوقتي إن أنا معايا سكريبت الفيديو هنتكلم فيه عن الشتاء في كندا، نفس السكريبت ولكن أنا ممكن أعمل نسختين من الفيديو. نسخة أوصل لك طاقة إيجابية رهيبة وحسسك إن الشتاء في كندا مفيش أحسن منه ومفيش أروع منه. النسخة التانية ممكن أوصل لك حالة كئيبة وطاقة سلبية وحسسك إن الشتاء في كندا حاجة لا تطاق. وممكن كمان لما تيجي سيرة التلج أجيب لك شوية صور من هنا ومن هنا وشوية أخبار كده كئيبة من الحاجات اللي بتحصل في الشتاء، برغم إن مش هو ده العادي في الشتاء في كندا، لكن ده هيقدر يوصلني إن أنا أوصل لك طاقة سلبية من الفيديو. ونفس الكلام لو معايا نفس السكريبت وعايز اوصل لك طاقه ايجابيه، هتلاقي نبره صوتي كده فيها نشاط وبهجه ووش كده فيه ابتسامه وقاعد مبسوط جدا. ولما تيجي سيره الكلام عن التلج اجيب لك صور الجبال وعليها التلج، صور البيوت وعليها التلج والدنيا تمام، برغم ان هو نفس السكريبت الا اني قدرت اوصل لك طاقه ايجابيه مره وطاقه سلبيه مره. طيب ده الفيديو، يعني الواقع ايه بقى؟ ايه الحقيقي؟ الواقع انه زي ما هيعدي عليك لحظات كآبة بسبب غياب الشمس مثلا او البرد الشديد، لو انت ما بتحبش البرد الجامد وبتفضل الصيف اكتر، هيعدي عليك برضو لحظات سعادة بسبب استمتاعك بالجو الجديد عليك، او استمتاعك بأنشطة معينة ما بتتعملش غير في الشتاء بس، او حتى استمتاعك بالمود العام بتاع قعدة البيت في وسط الدفا في وسط اسرتك وانت قاعد بتشرب حاجة سخنة او بتاكل اكلة حلوة. لكن في النهاية حياتك هتفضل مكملة عادي، حياتك مش هتقف عند حاجة معينة. الفكرة كلها فيك انت كشخص، طريقة تعاملك مع المواقف الصعبة، وازاي لو قابلتك سلبيات في حياتك في اي مكان في العالم انت ازاي تقدر تتعامل معاها. يا ترى بتستسلم للسلبيات دي ولا بتحاول تحول الموقف لصالحك؟ طيب ايه بقى خلاصة الكلام ده وايه الهدف من الفيديو ده؟ باختصار، لو انت واحد بتفكر في الهجرة او السفر او اي حاجة تانية عموما في حياتك، حاول ما تخليش فيديوهات السوشيال ميديا تأثر على قرارك أيا ما كان، لأن ببساطة كل واحد ليه تجربته الشخصية وليه ظروفه وليه رأيه في الحاجة اللي هو بيمر بيها. مفيش شك إنك مهم جدا لازم تعرف تجارب الآخرين وتتعلم منها، لأن ده جزء أساسي من التجربة بتاعتك، لكن في النهاية لازم تدرس الموضوع بنفسك وتشوفه مناسب ليك ولظروفك ولا لأ، وخد قرارك بنفسك مش بناء على تجارب الآخرين. بس كده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب. أشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.